الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والآجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جميع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويان بالنور زينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضرين محمد خير رسل الله كلهم محمد دين حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي مولاي صلي اللهم صل وسلم وبارك عليه لم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره
محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صغره الرحمن بالنعم مولاي صلي اللهم عليه دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد صفوة بري خيرات محمد طاهر من سائر الطهام محمد ضاحك لضيف مكرم محمد جاره والله لم يضني محمد ضابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على Nabi Muhammad. Allah salli wa sallim wa barik. Fadlu yang di luar jatuhin masuk.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز رعاتي، ما أنت إلا كنز رعاتي، خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز رعاتي، يا بخر فدل وتجادل، يا بخر فدل وتجادل، جود لي بوصل قبل المنية، جود لي بوصل قبل المنية، غير البرية إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز رعاتي، ما أنت إلا كنز رعاتي، كنز عنادي يا خير هادي، كنز أنادي يا خير هادي، يكفي بعبدي يا نور عيني، يكفي بعبدي يا نور عيني، خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز رعاتي، ما أنت إلا كنز رعاتي، صلاة ربي عليك حبي، صلاة ربي عليك حبي، ما دام قلبي بذكري حيا، ما دام قلبي بذكري حيا، خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز رعاتي، ما أنت إلا كنز رعاتي، حبيبي قدره لدى المولى وسيع رحيم، له الوجاهة في يوم لقاء العصير، وللرسل أجمعين في اليوم
النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب عليه وآله جميعا ثم من له صهيب وجمع بي شمل يا رب السمايا مجيب على الهنا والمسرات صفاء العجيب نسقى بكاسح كفى والله نعم الحسيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي محمد اللهم صل وسلم بذكر وبارك عليه. الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله يفيزون واستلوهم وسلمنا وأصحابنا وسلمنا وأبونا الصالحين. أن الله يدخلنا في نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم على هذه النية وكل نية صلاة من خير الدنيا والآخرة في كبرة هذه سمت الدرار الحبيب علي محمد بن سنة الحبشي. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة برحمته. ثم إلى أرواح جميع أساتذتنا ومشايخنا ولمن أهوه علينا. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة برحمته. ولنأتي أن الله يرزقنا الفتوح والغنو والرسل وصلاة الجسد والزور وتوب الناس وعلى نيات صلاة وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على اللهم عليك. محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد عليه. يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على اللهم صل وسلم محمد. وبارك عليه يا وعلى آله ربي وصحبه. صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
مبروك لك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه على محمد وآله ومن للحبيب بعشاء صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم عليه صل على محمد ومن بحبل النبي توسل صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا خير هادي اللهم عليه للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على عطفا على عطفا على هذا فيك طلب رحمة خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عتبا على عتبا على عتبا على عتبا على باب فيك غرامة الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف ومنعتنا ذاب فيك كرامة يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عتبا على عتبا على عتبا على باب فيك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في العوالم شهادتي والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برج العوالم بطراز التكريم. ثم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق بعلم القدس الواسع تجلي الغضب انتشار فلي بالقريب والساسي. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنعذر أمره بتعداد صلى الله عليه. ولا يمل ذكره بكثرات ترداد. صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده ثقلا وتندثر أسراره بالعدوان. اللهم صل وسلم فما من ذر اتصل به قلبه منيب إلا من توابر فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبين سروره قد توالى
صل وسلم وبارك عليه. سبحان الذي أبرز من حدوة الامتنان ما يجد الوجه باللسان ويقال بدع كل مال الجلال انتشر منه بعلم البدون والزور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن بايعوا هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة اللهم صل وسلم وبارك وأدى عليه الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه صلى الله عليه. ويكتب بها بعناية الله في حزبه اللهم صل وسلم وعلى وبارك عليه آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بيده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادته الله في علم القديم بظهور أسرار لتحصيل البشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيدة التصوير في العالم المدلك الكبير
عن جمال مشهود بالعين هاون لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في البروج ليتشرف به موطن استقرار وموضع خروج صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار أزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار وزهور وبحر فتعلقت حمة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من أجائب ذلك نور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشرة معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فعنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من فضل الله الذي أما العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على المر الأيام والشهور والسنين داع تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى السماء الأوصاف العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاة هذا النبي الشافع ويتروحني براه ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب ذواك التوباتك يا العاصي إذا بتتوب ذواك توباتك يا شارد إذا بتؤوب ذا الجامع لا شاك تغفر به جميع الذنوب. صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما تربان محبنا هاموا وما تربان محبنا وهاموا صلاة الله وعليكم وينشاكم سلام
شعر
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية صلى الله لها عليه ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين اللهم صل وسلم أسلاب وبارك عليه وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حك هذه الدرة وسونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه
mutasyawwiqatun ilal tiqati jawahiri kunuz sallallahu alaihi wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqa bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah fama min hamilin hamal fi dhalikal am illa tarfi hamdiha bi ulam min barakati wa sa'adati hadzal imam walam tazal ardu was samawat mutadammihatan bi itril farahi bi mulaqati asyrafil bariyat wa buruzihi min alamil khafa ila alamil dhuhur ba'da tanaqqulihi bil butuni wal zuhur fa'azharallahu fil wujudi bahjata takrim wa basata fil alamil kabiri ma'idat tashdib wa ta'zim bi buruzi hadzal basharil karim Allahumma salli wa sallim ashrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن حسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن فرض عندنا بهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لما أشكو غرامي يا نور الوجود ولما أشكو
وأنادياتها من يا معدن الجود اسلف في الأرض عني عدنان الغرام اسرف في الأرض عني عدنان الغرام فيك قد حسنت ظني يا سامي العهود فيك قد حسنت ظني يا سامي العهود طالما شكو غرامي يا نور الوجود طالما شكو غرامي يا نور الوجود وأنادياتها يا معدن الجود وأنادياتها يا معدن الجود الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مستحب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النحي فلا أحد أبر في اللهم صل وسلم وبارك عليه. منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي صلوا على النبي يا رسول الله يا حبيبي صلوا على النبي. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبصير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كسفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق الحكم على من أتم الله عليه النعمة
من خواص الأمة أن يحضر عند وجه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فهدرت بالتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذئن لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى لأهل كوني أنصر الله وسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله عليك فاضربوا يا أهل المدى اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا يومني غرات واستضيئوا بجمال برسول الله فاق في الحسن تبرأ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا بشرى بسعدين مرحبا مستمر ليس ينفع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد حسيني
فخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا فاني ربي كل حمد مرحبا مرحبا جل صوره هذا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا اذهبنا بوجود المصطفى مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك يا نبيك نسعد مرحبا مرحبا يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاه إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ صاف مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدينا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خيرك عد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المحمد يا الله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد صلوا على النبي محمد فارسني محمد يا رسول الله وسلام مستمر كل تجلى صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مرحبا يا رسول الله محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا صلوا على النبي محمد صلوا على محمد صلوا على النبي محمد صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسلم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نسف محاسن خلق هذا السيد وأهلاكه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأهلاك بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأهلاكه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية تبعده على أهلاك سنية وأقامته في سورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر تتنزه العيون في هداكه محاسن جماله
فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد دهكه التبسم دهكه التبسم والمشي الغينا ونومه الغيناء إغفاؤه ما سوى خلقه النسيم ولا غير مهيئه الروضة الغناء رحمة كله وحسب وأزم ووقار وإسمة وهياء معجز القول والفعال كريم الهلق والهلق مقسط معطاء وإذا مشى فكأنما ينحت من صبب فيفوت سريع المشي من غير هباب فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأهد الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تهيرت الألباب في وصف معناه فماذا يؤرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسف ولا تفنن واسفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف وما جل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأول من لما كان من أخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا اللهم صل وسلم وبارك عليه واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعا المسكين أجاب وإجابة مؤجلة وهب الأب شفيق الرحيم اليتيم والأرملة وله معه سهولة أخلاق الحيبة القوية التي تتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن ناشئة به ترك والمنازل وبأرفه ذكر طيبة المجالس والمهافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه في أشرف خصوص فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل في وسلا ببشانه ولا الأولى في مدره ومكانه أوصى بعز قد تعالى مدرها أخذ على نبي السهاب إنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تربيم ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وأوصنا مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك آمين آمين أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم السلطان آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما نظم الفكر من دري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا
وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة آمين. وعلى باب عزته تحرط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك آمين يا الله وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين آمين يا الله اللهم إن لنا اطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وأم بركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا في حرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba wal asatid wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini, di malam Sayyidul Ayyam, di malam Jumat kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam rangkaian Maulid majelis Maulid Arba'in. Pada malam yang ke-30 kita berada di Majelis Darul Mustafa atau Berdulur Galo. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah setelah dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula lisan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum kita mendengarkan kata sambutan dan juga mau'izatul hasanah, kami akan menyampaikan pengumuman Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam yang ke-31, malam Sabtu, peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Ta'lim Darul Muhibbin Asuhan Ustaz Taufik Anwar, bertempat di Sungai Lais. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Ahad atau malam ke-32 daripada rangkaian Majelis Maulid Arba'in, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Sayyidul Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, bertempat di Serikangkang 13 Ulu atau dekat Musim 4. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Senin atau malam ke-33 rangkaian Majelis Maulid Arba'in, peringatan Maulid akan diadakan di HIPMI atau di tempat Haji Herman Syah Mastari, bertempat di Jalan Demang Lebar Daun, belakang Istana Gubernur. Demikianlah pengumuman untuk peringatan Maulid malam hari. Adapun untuk esok hari sore ba'da salat asar atau jam 4 sampai dengan selesai, peringatan Maulid akan diadakan di pemakaman Dato' Agil, diaturi sama sekali. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh Bedulur Galo, akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Utsman bin Ahmad Al-Kab, kemudian dilanjutkan dengan dua orang penceramah. Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syakir bin Kadim bin Syahab, dilanjutkan dengan Al-Ustaz Ubaidillah bin Ahmad Al-Kab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sebagai panitia pengasuh daripada Majelis Ta'lim Darul Mustafa, yang mana Majelis Ta'lim Darul Mustafa ini beberapa waktu tahun yang lalu Habib Ubaidillah Al-Kaf, sebagaimana antum ketahui, beliau bersama rekan-rekannya, saudara-saudaranya membangun ini, membina ini Majelis Ta'lim. Kemudian beliau berangkat ke
Kalimantan diteruskan sama anak tinggal nerus ke nyoba ya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu, yang telah berpartisipasi, dulur-dulur BG, adik-adik, kakak-kakak yang sama-sama semangat untuk taubat. Setelah taubat beliau mau belajar, setelah mau belajar beliau mau beramal, dan beramal tidak dewek-dewek, beramalnya bareng-bareng, yaitu ada sebagian nyago motor, ada yang sebagian wah macam-macam. Perlu antum ketahui yang nyago motor itu juga bukan budak-budak pengangguran. Kalau bagaimana budak BG? Oh, ya tidak apa-apa, bahasa Palembang budak. Tapi beliau-beliau di situ, aduh maaf ngomong pengusaha bapak, yang gajinya 20 juta, nyago parkir bapak. Ya, jadilah beliau betul-betul taubat, belajar dan beramal bareng. Bahkan beliau yang punya anak, yang punya cucu dibentak-bentak, woi, benar-benar nyago motor. Iya pak, iya be, tidak apa-apa. Teruslah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Beliau-beliau tetap semangat, doakan kami tetap semangat dalam taubatnya, belajarnya dan beramal bareng dengan kondisi tertentu kita saat ini. Ya, terima kasih Ustaz Syukri yang telah hadir di sini, Habib Ali yang terus menyemangatin dulur-dulur yang lain, yang muda-muda malu, beliau yang Syiban yang terus hadir. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita dipanjangkan umurnya, nantiasa sehat, bahagia terus, selamat, sehat dunia akhirat, ya dah, selamat terus bahagia, amin ya rabbal alamin. Kedua, Habib ada di sini, anak minta maaf seiring waktu perjalanan daripada pengepaman saat mengawal majelis taklim kita ini Arba'in dan Isrin sekian tahun ini. Anak minta maaf atas nama pribadi dan keluarga besar kalau ada salah kurangnya dalam berkhidmat Maulid Arba'in Isrin ini. Ya, maklumlah, minta maaf lahir batin kalau ada kurang. Dan perlu diketahui kami tidak pernah minta sepersen pun dana kepada siapapun, terlebih yang nak ngadukan acara. Karena terdengar di ana dari sekian tahun yang lalu banyak laporan, Beb, madai ada yang minta duit sama kami, ngatus nak maukan BG, nak ngepam, ada yang minta rokok lah, ada yang minta ini, tidak kati kami seperti itu. Ya, tolong Habib, para habaib, kalau ada yang datang dari BG minta duit untuk ngepam beli rokok, tidak kati kami. Ya, mungkin ada segelintir manusia, dulur-dulur kita yang mungkin beliau memang butuh itu, akhirnya nyebut namu seperti itu. Tapi ketahuilah dulur-dulur yang lain kami tidak seperti itu. Bahasa kami itu kami haramkan seperti itu, ya. Kami haramkan makan duit seperti itu. Haram makan duit itu. Haramlah makan duit logam dimakan. Ya. Haram. Anak juga haramkan duit waris, makan duit waris anak haramkan. Wih, bolehlah Habib Usman makan duit waris haram. Iyalah makan dah duit waris anak makan kunyah. Haram itu saja. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi permintaan maaf juga kepada semua yang hadir di sini apabila nanti ada yang kurang berkenan dalam penyambutan, dalam apa namanya, semuanya lah minta maaf lahir batin. Kami minta maaf, kita doakan terus. Yang terakhir, mungkin ada pesan, kaget banyak nasihat daripada guru-guru kita kepada dulur-dulur BG yang tadi anak sebutkan. Mungkin besok-besok antum besok-besok nak nyalon, mungkin ya, ada nak nyalon, nak jadi, mungkin jadi wali kota, mungkin jadi anggota dewan, mungkin ya. Anak pesan sama antum, anak tak pesan sama yang baru-baru sekarang, anak pesan sama dulur-dulur anak yang ikut pengajian anak, pengasuh sama anak. Tolong di saat antum besok-besok kalau nak nyalon, jangan tepak-tepak bahasa Palembang ini acara Maulid Arba'in. Jangan tepak-tepak maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya umum. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena apabila antum masuk ke ranah itu, dulur-dulur kita ini banyak kali ada perpecah belahan di majelis umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arba'in Isrin ini untuk siar mengumpulkan saudara-saudara kita yang lain, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya 100, 200, 1000, 2000. Alhamdulillah, betul. Antum besok-besok yang adik-adik anak yang percaya sama anak, jangan masuk ranah itu. Ya, Bib, anak-anak nyalon, anak-anak ngundang Maulid Arba'in tempat anak. Paham? Jangan kamu tepak seperti itu. Kaget dulur yang nyalon yang lain tersinggung. Paham? Perpecah belahan. Anak maklum be, anak tidak datang. Ya, karena kami dari partai A, ini partai B.
Kalaupun antum besok-besok nak nyalon misalan jadi pejabat, butuh doa, sholawat ala nabi, ado ke dewek maulidnya. Betul? Undang dewek, aku nak ngaduk, kita jingok siapa yang datang itu. Sehingga tidak ada perpecah belahan di acara-acara umum. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu baik Ustadz yang nak sampaikan. Kami tetap minta doa dan sampaikan salam kami kepada keluarga besar, saudara-saudari yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramun yang kita muliakan, yang kita hormati bersama, para guru-guru kita, para habaib, wabil khusus Sayyidul Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, Sayyidul Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kaf, wa Sayyidul Habib Al-Am Ali bin Abdullah bin Hamid, Sayyidul Habib Husaini Al-Kaf, dan seluruh asatidz dan habaib yang lain, dan yang kita hormati khususnya Sahibul Bait, Sahibul Majlis Al-Habib Uthman bin Ahmad Al-Kaf. Kita doakan beliau-beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sampaikan semua hajatnya dan selalu memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, hadirin mustami'in wal mustami'at fil buyut, yang mendengar dari rumah, yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Yang pertama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga kita semua tetap bisa hadir di majlis demi majlis dalam memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malam hari ini pun kita telah berada di penghujung bulan Rabiul Awal, di malam ke-30 bulan Rabiul Awal. Ya insyaallah langkah kaki kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabat dan keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Terkhususnya malam hari ini bertepatan pula kita di malam yang penuh kemuliaan, malam Jumat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku di malam yang agung dan hari yang bercahaya, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Maka pada hari ini, pada malam hari ini, marilah kita berbanyak solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya merupakan nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia, nabi yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keberkatan beliaulah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena sebab kita bernisbatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
segala hal yang memiliki nisbat kepada sesuatu yang mulia, maka dipastikan hal tersebut akan ikut mulia. Sebagaimana dikatakan dalam syair, man 'asyaral asyrafa 'asya musyarrafan wa mu'asyiral ardhal ghairu musyarrafi. Barang siapa bergaul mendekati orang-orang yang mulia, maka dia akan hidup mulia. Sedangkan orang yang bergaul mendekati dengan orang-orang yang hina, dia pun akan ikut hina. Awama tara jildal haqiri muqabbalan bil lathmi hina sara jildal mushafi. Dicontohkan, jikalau kita lihat kulit ataupun sampul kertas itu biasa-biasa saja, tidak ada kemuliaan khusus baginya. Tapi di saat dia menjadi cover kulit Al-Quran, maka kertas yang awalnya biasa-biasa saja, kulit yang awalnya biasa-biasa saja, dia akan diciumi oleh orang-orang. Maka begitulah kita di saat kita memiliki nisbat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang awalnya tidak ada apa-apanya, kita yang awalnya hina, kita yang awalnya tidak memiliki kemuliaan khusus, akan terangkat derajat kita dengan kita mendekati, bernisbatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam burdah disebutkan, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan nabi, dengan rasul yang paling mulia, kita pun menjadi umat yang paling mulia. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia, umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan berbagai macam khususiyah. Allah berikan berbagai macam kemuliaan. Allah berikan berbagai macam derajat-derajat VIP bagi umat Nabi Muhammad yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan satu kitab dituliskan oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, khususiyah yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita ingin sebutkan khususiyah-khususiyah tersebut, maka alangkah banyak khususiyah tersebut yang kita dapatkan. Maka pada majlis yang penuh kemuliaan ini, kita akan ambil beberapa kemuliaan tersebut yang harus kita manfaatkan, yang harus kita maksimalkan kemuliaan tersebut. Jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad yang kufur akan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan tersebut, jikalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, sebagai contoh saja umat Nabi Musa alaihi salam, yang kita tahu beliau di saat beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, beliau mendapatkan as-suhuf, lembaran-lembaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ disebutkan kemuliaan demi kemuliaan. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, ini umat siapa? Jadikan ini umatku. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Ahmad. Mereka umatnya Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermacam kemuliaan demi kemuliaan tetap dikatakan itu hum ummatu Ahmad. Mereka merupakan umatnya Ahmad sampai di titik akhirnya, jikalau engkau ya Allah tidak menjadikan mereka umatku, maka jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan Nabi Musa di akhirnya meminta agar beliau dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tegur, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku telah pilih kau dengan risalah denganku, dengan berbicara denganku, ambil apa aku berikan kepadamu dan jadilah kau orang yang bersyukur. Maka umat beliau tidak sebanding dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya masalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya umat Nabi Musa alaihissalam, jikalau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat suatu keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari, contohnya dia mencurikah atau dia minum minuman keras lah atau lain sebagainya, maka di pagi harinya di pintu rumahnya telah tertulis apa yang dia lakukan di malam hari tersebut. Fulan bin Fulan melakukan hal ini dan hal ini di malam hari. Allah bukakan aibnya, Allah tampakkan perbuatan buruknya sehingga diketahui oleh semua orang, terkhususnya yang melihat pintu rumah dia.
Tapi kalau kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi kita bermaksiatnya memang diam-diam, selagi bermaksiatnya tidak di hadapan manusia, selagi bermaksiatnya tidak diterang-terangkan di hadapan manusia, maka itu akan tetap menjadi hal yang Allah tutupi. Allah tutup aib dia, tidak Allah bukakan aibnya. Agar apa? Agar kita gampang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup keburukan kita agar kita lebih gampang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada di antara kita selaku umat Nabi Muhammad telah Allah berikan nikmat ini, khususiyah ini untuk kita, malah terang-terangan bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Berbangga-bangga dengan maksiat, senang dengan kemaksiatan yang dilakukannya, bahkan dianggap seperti zaman sekarang, zaman penuh dengan fitnah, sesuatu yang dianggap tren, sesuatu yang dianggap bisa cepat viral. Kalau pengen viral, lakukan hal yang bodoh. Pengen viral, lakukan yang buruk, terang-terangkan hal tersebut sehingga kau viral. Demi viral, dia berani untuk bermaksiat kepada Allah secara terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Orang demikian adalah orang yang telah kufur nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin." Semua umatku diberikan afiat. Artinya gampang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbeda dengan cara taubatnya para umat-umat Nabi terdahulu, khususnya umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa alaihissalam, jikalau mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang hakiki, maka apa yang diperintahkan kepada mereka? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, mereka umat Nabi Musa yang menyembah patung sapi betina. Dalam surah Al-Baqarah diceritakan, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dalam keadaan murka. Dikumpulkan mereka yang melakukan maksiat tersebut, disuruh taubat oleh Nabi Musa alaihissalam, naik ke gunung, bunuh diri kalian. Ada yang mengatakan, ulama tafsir mengatakan bunuh satu sama lainnya. Ada yang mengatakan bunuh diri, ada yang mengatakan lompat dari jurang. Alhasil harus bunuh diri. Itu baru taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya diminta untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan yang dilakukan tersebut dan bertekad kuat untuk tidak kembali kepada maksiat yang sama. Akan tetapi jikalau berkaitan dengan manusia, kita harus meminta ikhlas dari orang yang kita zalimi. Tidak diperintahkan untuk mencabut nyawa, tidak diperintahkan untuk bunuh diri. Artinya apa? Jikalau sudah taubat, kembali maksiat lagi, tetap Allah perintahkan untuk taubat. Dan Allah bahkan mencintai mereka hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan dirinya. Ini khususiyah Allah berikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu bertaubat kita, kalau umat terdahulu, umat Nabi Musa alaihissalam, batas akhir mereka bertaubat itu harus beberapa hari atau dikatakan beberapa waktu sebelum dia meninggal. Jikalau taubatnya dia lakukan beberapa saat sebelum meninggal, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada Fir'aun. Kita tahu siapa Fir'aun. Dalam Quran dijelaskan bagaimana siapa itu Fir'aun, makhluk yang terlaknat, mengaku sebagai Tuhan. Allah tenggelamkan dia bersama pasukannya. Di saat dia tenggelam, dia ngaku Tuhan ini. Dia mengejar Nabi Musa. Di saat Allah tenggelamkan dia bersama pasukannya, apa yang dia katakan? Nyawa dia belum keluar, tapi sudah dekat lagi mati ini. Apa yang dia katakan? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa anna minal muslimin. Ya Allah, aku beriman kepada Tuhan, aku meyakini tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Itu ucapan Fir'aun beberapa detik sebelum dia meninggal dunia.
Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tak katik cerita kalau bahasa Palembang. Katik cerita lagi. Kau sudah banyak bermaksiat. Kau telah banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Tidak diterima taubat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat dia dilakukan beberapa saat sebelum dia meninggal dunia. Beda kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi nyawa belum keluar dari badan, walaupun itu hanya beberapa detik sebelum dia meninggal dunia, dan selagi matahari belum terbit dari barat, pintu taubat tetap terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia ingin taubat, selagi nyawa masih di badan dan matahari belum terbit dari barat, pintu taubat tetap terbuka bagi mereka yang ingin bertaubat. Ini semua kita dapatkan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, jalan agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perantara yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Tidak ada perantara membuat kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali perantara tersebut hanyalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita merasa banyak maksiat dan kita semua pendosa, tidak ada di antara kita yang suci. Semua kita pendosa. Baik dosa kita lakukan secara terang-terangan ataupun dosa yang kita lakukan secara diam-diam. Jikalau kita ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa taubat kita selalu kembali terulang kepada maksiat, kita merasa taubat kita belum sempurna, maka cara paling cepat untuk taubat kita diterima Allah adalah melalui jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan demikian, perkumpulan memperingati Maulid Nabi, perkumpulan solawat kepada Nabi, perkumpulan membaca sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kita untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah sebutkan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Dan jikalau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka, yaitu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi diri adalah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka berbuat zalim, kemudian datang kepadamu wahai Muhammad, mendatangi jalan Nabi Muhammad, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasul. Setelah mereka minta ampun kepada Allah, Rasul pun beristighfar untuk mereka. Rasul minta ampun untuk mereka yang datang kepadamu. La wajadullaha tawwabar rahima. Pasti mereka akan mendapatkan Allah sebagai zat yang maha penerima taubat dan zat yang maha mengasihi. Diceritakan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, beliau menceritakan ada seorang imam bernama Al-Atabi. Suatu saat di saat beliau sedang ziarah di makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang Badui, orang Arabi datang, orang Arab pedalaman datang. Tiba-tiba datang dia mendekati kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keadaan kuburan Nabi Muhammad di zaman tersebut tidak sama seperti sekarang yang banyak ditutup. Dia mendatangi kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meringkuh di hadapan kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menundukkan diri di hadapan kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia mengatakan satu syair, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihinna al qa'u wal akamu. Nafsi fida'un li ruhika alladhi fihi al jud wa fihi al afafu wal karamu. Wahai sebaik-baik kuburan yang ditanamkan di situ tulang belulang jasad, yang mana dengan jasad tersebut menjadi wangi, menjadi harumlah tanah dan daerah tersebut. Diriku menjadi tebusan bagimu hai Nabi, yang mana dalam kuburan ini terdapatkan suatu keindahan, suatu sifat yang mulia dan suatu kemurahan yang sangat luar biasa.
Dia mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di saat datang kepada Nabi Muhammad minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan mengampuni orang tersebut. Sehingga orang itu kembali, dan Al-Imam Atabi dia langsung mendapatkan kantuk yang luar biasa sehingga beliau tertidur dan bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan kepada Al-Imam Al-Atabi, "Wahai Atabi, ilhaqil Arabi." Datangi dia, kejar Arabi tersebut, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni orang tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang datang kepada Nabi Muhammad dengan hati yang tulus, maka ini perantara, maulid Nabi merupakan perantara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana qasidah yang sering kita bacakan, Al-Imam Ali Al-Habsyi menyatakan, "Mashi kama majma'il maulid tujallil kurub, dha waqt taubatak ya al-'asi idza batatub, dha waqt audatak ya syari idza bata'ub, dha waqt dha jama' la syakka tughfar jami'udz dzunub." Tidak ada perkumpulan seperti perkumpulan maulid Nabi. Tujallil kurub, bisa menghilangkan kesumpekan, bisa menghilangkan kegundahan. Salawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam kemuliaan bisa kita dapatkan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat kesumpekan, Allah angkat kegundahan dengan salawat tersebut. Sebagaimana dinyatakan seorang sahabat datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Berapa banyak aku bersolawat kepadamu?" "Sebanyak-banyaknya," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Maka aku jadikan 1/4 waktuku bersolawat kepadamu." Apa kata Rasul? "Itu bagus. Kalau kau tambahkan lebih bagus." Dia katakan, "Aku jadikan 1/2 waktuku untuk bersolawat kepadamu." "Itu bagus," kata Rasul. "Kau tambahkan lebih bagus." Maka akhirnya dia menyatakan, "Ya Rasulullah, aku jadikan semua waktuku untuk bersolawat kepadamu." Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk." Maka dari situ Allah akan angkat kesumpukanmu dan Allah akan ampuni dosamu. Maka ini perkumpulan membuat kita untuk menghilangkan kesumpekan-kesumpekan tersebut. Dzawaqat taubatak yal 'asi idza batatub. Ini waktu perkumpulan-perkumpulan demikian, waktu untuk engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau engkau ingin taubat. Dzawaqat aubatak yasyari idza bata'ub. Ini waktu kau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang telah berpaling, jikalau kau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkumpulan tidak diragukan akan Allah ampunkan semua dosa. Maka dari sini jangan sampai kita punya niat yang salah di saat kita hadir maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sering disampaikan oleh guru-guru kita bahwasanya dalam semua amal kita perhatikanlah niatnya. Perhatikan niat. Perkumpulan yang zahirnya sudah sangat baik, tapi jikalau diiringi dengan niat-niat yang jelek, maka tidak akan dapatkan daripada kebaikan-kebaikan perkumpulan tersebut. Perkumpulan maulid, perkumpulan yang baik, jelas kebaikannya, jelas rahmatnya, jelas ampunan dari Allahnya. Tapi jikalau kita datang dengan niat yang buruk, niat ingin mencari harta dunia, niat ingin mencari makan misal, itu hanya hadiah di akhir maulid sebagai berkah. Jangan sampai datang maulid dengan niat pengen makan. Kapan datang ke acara makan yang enak, lesu nak datang. Ya, jadi dimanapun maulid jangan ada niat buruk demikian. Niatkanlah semata-mata ingin mengharapkan ridho Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin singkat dari Al-Faqir. Semoga bermanfaat karena akan dilanjutkan oleh guru kita Al-Habib Ubaidillah Al-Kaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan pandangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad
Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan guru yang hadir di sini, hadirin yang berbahagia. Panjang lebar beliau sudah menyampaikan, dan itu insya Allah sudah cukup untuk kita mendengar tausiah. Sedikit yang bisa ana sampaikan, malam ini kita wajib berbahagia. Berbahagia, berterima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima kasih kepada panitia Arba'in, Maulid Arba'in di Kota Palembang, luar biasa. Alhamdulillah, kita mempunyai kenikmatan luar biasa di Kota Palembang yang mungkin belum ada di kota-kota lain mengenai Maulid Arba'in. Alhamdulillah, Maulid Arba'in perdana baru ada di Kota Palembang setahu ana. Mudah-mudahan benar. Kalau salah minta maaf. Dan alhamdulillah, saat ini, malam ini kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih atas duduk kita di majlis seperti ini, majlis seperti ini, majlis yang bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dan ternyata kebahagiaan ini bukan sampai kepada kita baik. Kebahagiaan yang diberikan Allah untuk kita, kita punya bapak dapat juga, kita punya ibu dapat juga, kita punya anak dapat juga, kita punya guru dapat juga. Subhanallah, nikmat yang diberikan Allah untuk kita. Datang ma'adzunubina, kita masuk ke majlis ini, datang ke tempat ini ma'adzunubina, dengan dosa-dosa kita. Tapi begitu keluar dari sini, tughfar dzunub wa ma'asyab'an, kita keluar dari sini, dosa dihapuskan, perut kenyang. Cocok dah? Tanggo takat Tanjung Gajo, siapa yang taat jadi gajo. Mudah-mudahan kita jadi gajo kalau. Amin ya rabbal alamin. Jujur baik Ustaz Sukri, tadi pecak-pecaknya ada yang berdoa. Pecak-pecaknya baik, ini bab suuzon ana. Ustaz Robert jangan lama-lama tausiah. Cukup yang pertama tausiah, yang kedua pendek-pendek baik. Pecak-pecak Ustaz Suki itu doa mereka dikabulkan Allah. Doa siko itu yang mungkin paling dikabul ke Tuhan malam ini. Jangan lama-lama tausiah, yang penting ingat tadi itu tanggo apa namanya? Apa? Sepakat Tanjung Gajo. Tanggo takat, tanggo tanya bernya. Tanggo gajo, siapa taat jadi gajo. Hati-hati. Jadi kalau kita pengen jadi gajo harus taat. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal ngaji, jangan tinggal belajar. Tinggalkan segala macam. Yang tidak baik tinggalkan. Ini kita dilanggar main slot, kita dilanggar main HP, kita majelis taklim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Stop HP kamu, stop. Jangan dulu buka-buka HP. Matikan HP. Dengarkan tausiah, insyaallah Allah bukakan hati kita. Kita terima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kamu di Palembang, tolong jingoi kiai-kiai di Palembang nih. Jingoi ustaz-ustaz Palembang, jingoi. Bantu, bukan jingoi bae.
Gewangi, kalau ada gawe beliau-beliau gewangi. Berapa kali kalau anak ngomong kalau ada ustadz punya gawe rewangi. Jangan doa kebaik. Kalau doa biarlah ustadz doakan dewe. Kamu rewangi. Paham tak? Rewangi. Bantu insyaallah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil katalino bacurabin kasuraga basungat kajubata arus. Paham tak? Nah, itu bahasa Dayak. Ya, mudah-mudahan malam ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa lahu minkum, dan juga ana minta maaf sebagai pembina BG. Kalau adik ana sebagai ketua. Magam tinggiana pembina. Jadi minta maaf kalau ada salah-salah dalam keanggotaan BG. Ya, salah-salah minta maaf. Kalaupun tadinya beliau ngomong tadi ada yang ida-ida, tolong kamu tegur. Dan ingat kamu, budak BG itu bukan buntu. Kita buntu masih. Gaji 30 juta ada budak BG itu. Kamu apa? Utanglah banyak. Ya, alhamdulillah, yang penting kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu BG, kawan kita, saudara kita, tolong kita saling menghormati. Cintai mereka, insya Allah mereka akan cinta sama kita. Insya Allah kita saling cinta, mencintai. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan udah itu nah. Angkat tangan dewa ini nah. Berarti cepat Habib, jam Habib. Udah itu, acu udah itu. Udah baca doa kau kabul caknya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين علينا يوم إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بذل بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل ليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بذل بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل ليلة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بذل بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل ليلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالشفاء من كل داء والأمراض والأسقام والألم. شريفة رضية بنت حسين بعبود بدرية بنت علوي الكاف كتمير ومن أوصانا بدعاء